نحن رح نضل هون لو شو ما صار. زياد، طول بالك، هي إرادة ربنا. سلم أمرك لله. الحاج علي صار بديار الحق، وكانت وصيته يندفن بالأرض اللي حرمونا منها. نحن تهجرنا من هالأراضي مرة تانية، بس كل هاي القبور راح تضل هون. هدول القبور هن الدليل إنه نحن أصحاب هالأراضي الحقيقيين، وهذا اللي كان بده يانا نحافظ عليه الحاج علي، ولهيك طلب يندفن هون. كل العالم لازم تعرف إنه مستحيل نفرط بحقنا أو نسكت عنه. ما شاء الله، هالمشمشات طعمتهم بتشهي لك مثل العسل. أعطيني رأيك، بدك ياهن؟ سمعت انه اخر شحنة اسلحة كانت امورها تمام. بالله أنا أصلا قلت له إنه هي آخر شحنة. لو لعبوا معي أو حبوا يتزاكوا علي كنت تصرفت. لك عمهلك، لا تشد على حالك كتير، بعرفك كفو. خلص شفنا شو طلع معك. لحظة، والله أنت معك حق. والله لما شفت زياد عم يهرب كان لازم تقوصه بدل ما تهرب. فهمنا ما فيك، بس ليش تركته؟ قال يعني وانا جاي معتمد عليك، ما خرجك شي، روح من وشي. والله أنت معك حق، بس ما بعرف كيف فجأة طلع بخلقتي. لا، وكان معه رفيقه الأزعر طه. تبلكمت وما عرفت أتصرف، ما لقيت حالي غير عم بهرب. بس من حظي الله عمى على قلبهم وما شافوني كمان. بالله جد قلت لي عمى على قلبهم. طيب وصوتك؟ صوتك ما سمعوه؟ لا. حاجتك عبد الله،
فكرك زياد ما عرف صوتك؟ عرفني والله. تعرف إذا زياد هرب منا اللي كان عم يصير فيه هو بالسجن رح يصير فيك أنت كمان يا عبد الله. يعني عرفني؟ ايه بيكون عرفك واكيد عم يدور عليك. الله اعلم شو رح يساوي فيك. هديك المرة تركك تنفض بريشك، بس اكيد هالمرة ما رح يسكت لك ولا يمرقها. والله ما بعرف ليش هيك دائما عم بيصير كل شي عم يطلع براسك يا عبد الله. انا شو عامل لون؟ يا الله ليش هيك عم بيصير معي؟ انا شو عامل يا الله؟ بس قل لي شو عامل. اذا زياد بيلاقيك رح تصفى بجهنم يا عبد الله. أه. السلام عليكم. لحظة انطرني هون. السلام عليكم أخي وليد. شو لحالك؟ الظاهر لا. أوه شايف أهل أنقرة سبقونا. والله أنا بدي أهنيك على هالرفقة. بدك الصراحة وقت شفتكم صرتوا صحبة كل هالقد انبسطت من كل قلبي. بلا هالعلاك ولا تكتر حكي عبد الله. شو الاخبار احكي لنا؟ كل شي تمام والحمد لله. تفضلوا عدو، عندي جوز كلام لإلكم. تفضل يا سليمان. اسمعوني منيح، أنا بيهمني إنه كل شي بدكن يا يصير، بس انتو بتعرفوا اقناع شكور شغلة معنا سهلة بنوب. أحيانا بيكون عقله صعب كتير وعنيد، وسليمان مانو غريب وبيعرف بكل هالحكي. يعني في مسائل بتاخد شوية وقت، بس هلأ ركزولي على زياد. بدي أعرف انتو سمعتوا عنه شي؟ ما نحن بناخد اخباره منك. بعدين شكور وينه؟ ليش ما اجا معك؟ هالشي ما بيطمن. والله فيك تسأل الشباب عنه، بيعرفوه أكتر مني هنين. أنا جيت لأشرب كاسة شاي وأتيسر، لا تعلقوني مع حدا. بسيطة، بس المهم زياد هلأ عم يحفر لكم. جمع له كم شب هيك من الزعران رفقاته من معارفه، وناوي على الشر حاطط بباله يأذيكن. ونحن إذا ما منلاقي له هذا الواطي والله لناكل هوا. وهالمرة ما رح يكون لحاله، رح يكون معه قوبة زعران. هالكلام فيه وجهة نظر. قلنا اذا بتعرف شي. لا شو بدي يكون بعرف. بالصدفة اجت شاحنات غاز على المحطة وقلت بمر عليكم بطريقي. يلا يعطيكم العافية. الكل بيعرف انه توبال علي وديلي سو ومصطفى افندي وعلي رضا شاترولو وحسن آغا وبكير أوستورك وهاسي بادا وجرمكلي جعفر وكومو شهان لمستو مدفونين تحت هالأراضي. هذا الشاهد الأخير هو قبر الحاج علي ديرجان شافات. يا شيخنا كلامك صحيح، معك حق. هن ما تخلوا عن هالأرض ودافعوا عنا، ونحن شو لازم نساوي؟ منضل قاعدين وإيدينا مربطين ومنترك كل شي لشكور؟ أنا مستحيل أقبل بهالشي. يا أما منرجع لأراضينا يا أما رح موت كرمالها. زياد معه حق.
متأكد إنه المحامي أحمد رح يجي لحاله؟ متأكد، رستم صار له فترة منيحة عم بيراقبه، وكمان عرف أوقات طلعته. ايه معلم، هو بس يوم التنين بيجي مع عبد الله، وباقي الايام لحاله. بيجي مشي لانه بيته قريب. يعني رح يكون لحاله شي ساعتين، لهيك بهالساعتين بدك تقنع المحامي أحمد يشتغل معنا. وشو العمل إذا ما اقتنع معك؟ ولا يهمك، محلولة. ليكو. ما عم افهم ليش ما حليتوه على التليفون. لك كم مرة بدي فهمك؟ شغل مخك، نحن شو بيعرفنا مين تليفونه مراقب ومين ما مراقب؟ اوه وليد بيك، خير ان شاء الله. خير أكيد. قبل ما أفوت بأي موضوع وأقول لك شو بدي، لازم تعرف شغلة. تفضل احكي. يعني معقولة بالأول ما بتضيفنا كاسة شاي يا سيد أحمد؟ لا تأخذني وليد، تفضل عود. بعت لي 2 شاي. أنا ما بدي طول عليك. نحن حكينا بهالموضوع من قبل. السد والمنجم والأراضي وكل شي بيصير لازم أنت تخبرنا فيه أول بأول وتحطنا بصورة كل شي. وكمان كل المناقصات اللي بيفوت فيها شكور لازم نعرف فيها. نحن لازم نعرف بكل شي أول بأول. ما بدي تقصير. نحن ما عم نلعب، أنت لازم تحميلنا كل حقوقنا. ما فهمت. رح تفهم يا أحمد، رح تفهم. حتى الجني الأزرق ما بدي إياه يعرف. يعني باختصار بدنا إياك مخبر إلنا، عم تفهم؟ بس ليش بدي ساوي هيك؟ اسمع أستاذ، شكور عم يدفع لك منيح، منعرف ما عم يقصر معك بالدفع، ونحن سألنا عنك، مانك قليل بنوب. فارياماز قال إنك واحد من رجاله. يعني منقدر نقول إنك بتعبد المصاري. لكون صريح معك، نحن ما خرج ندفع لك ولا حتى ربع اللي بيدفع لك يا شكور. ما خرجنا نشتريك. بس كنت عم أقول بيني وبين حالي إنه المحامي أحمد بيحب المصاري كتير، بس أكيد هو بيحب حياته أكتر. وباختصار أنت رح تقبل تخدمنا هالخدمة مقابل إنه تحمي حياتك. في شغلة نسيانها، أنا حياتي ما أنا بخطر. أنت غلطان. إذا كان بدنا منخلي العالم تترحم عليك. عم تهددني؟ لا تهديد شو؟ هاد عرض وبدي جوابك بهاليومين. أنت من وين بالأصل؟ مالاتيا، أديمان. على فكرة بتشبه واحد بعرفه، تقول هو. أنت مخربط، أنا جاي من مالاتيا وأصلي من أديمان. مستحيل الحكي.
فيني شوف هويتك لو سمحت؟ مدري ليش حاسس حالي ما عم صدقك. انت من ملاطيا ومو من اديمان، مو هيك قلت لي؟ من وين انت؟ اديمان اديمان من وين من اديمان؟ اديمان باسني. طب قل لي لوين رايح؟ رايح على الهضبة. على الهضبة؟ شان شو رايح لهنيك؟ عندي رفقات هنيك ساكنين. مين هن رفقاتك؟ قل لي علي لشوف. ديرجان. الحجي علي اغا مات يا زلمه، ما بتعرف؟ ايه بعرف، انا جاي مشان عزي. اوه اوه شو مزاجك إيه، رايق؟ عم تعمل ظهري. مساج لظهرك؟ ظهري مشكول يا خالو. تكرم عينك بابا حبيبي. هذا التليفون من أنقرة. الو. والله اشتقنا لهالصوت الحلو. حزير مين عم يحكي؟ صفوان هافلاري؟ ايه شكور، لايمت رح تضل مكبر راس؟ قلي، كانت محرزة تعملنا كل هالطوشة مشان تكسب شوية شعبية؟ والله معك حق، زودتها شوي. الشغلة طلعت أكبر من هيك. نحنا ما عم نلعب يا أخي. لسه ما إجاني غير وجع الراس. خلص أخي، حلوا عني يا زلمة، روحوا. الشغلة مو بهي البساطة، هن ما رح ينسوك يا شكور. إهمالك هو يلي خلى زياد يطلع بخلقتك. لو سويت مثل ما قلنا لك كنت ارتحت من زياد من زمان. انت كنت مفكر حالك بتقدر لهم؟ قلتولي خلي المي تمشي وتركتها. أحسن شي امشي أنا كمان. السلام عليكم. اهلين فيك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. إيه أخي قلي، وين الخيمة؟ هنيك. إيه شكرا. ما صدقت انك من اديمان، بس يلا. دخيلك يا أختي. عبد الله اختي سوزان، روحي فداكي. خليني بس بوس رجلك. دخيلك يا اختي، انا جيت لعندك. عدوك اجا لعندك يلي اذاكي، بس سامحيني. انا الي طلب عندك وبترجاكي تسمعيني. صدقيني ما عم نام الليل من العذاب، ضميري عم يعذبني. انا بعترف اني غلطت كتير وكل شي سويته كان غلط، وانا بقبل باي عقوبة منك. يلي بدك اياه اعمل اللي بدك اياه. أنا من إيدك هي لإيدك هي. انت شو عم تقول يا عبد الله؟ الله اللي بيحاسبنا. انا ما بدي منك شيء وبعرفك عم تمثل، بس مشان اقول لك سامحتك. لو كان الحاج علي عايش كان ممكن يسامحك، بس انا ما بيطلع بايدي. شو عم تقولي اختي سوزان؟ اصلا انت هون الكل بالكل، كلمتك ما بتصير ثنتين. والله انا حاسس بالذنب. كرمال الغوالي، كرمال زياد. ولا تاني مرة لا تجيب سيرة زياد على لسانك. لو زياد هون كان عرف تصرف، بس صار له مدة غايب من وقت مشكلة الأراضي تبعنا. بحب قلك انت اجيت على المكان الغلط، عم تهرب من مشكلة وتروح على مشكلة تانية بدون ما تحلها. صدقيني ما رح ناخد شي، وكل شي رح يرجع لكم. كل الدعوات هديك رح تسقط ورح يتحاسب شكور. عبد الله يا في ناس جايين، اخوك جاي، شو نساوي؟ يا شو رح وطي، نساوي؟ هو قصدنا ودق بابنا، انا رح اقتلك. ما فينا نساوي شي، حتى نحن لازم نحميه. اتركيني. لا يا علينا لا لا تخلوه يهرب. خلص يا لا، واطي يا فرجيني يا واطي. ما لازم يعيش على هون. لا تهربوا ما لا. بصير هيك. انا بدي اقتله. هارون اتركني عليه. لا. هذا واحد ما في ضمير ولا نخوة. هذا الواطي ما لازم يعيش. بكفي اللي عملوا فينا. ابراهيم والله لا اتركني يوقفون عليه.
بعد عنه الله يوفقك يا كلب يا واطي يا حقير. ما حدا ما لازم تعيش يا كلب. والله ما لازم عليك يا واطي. ما لازم تعيش. لك بعدين هذا واحد حقير كفي اللي عمله فينا. حقير يا كلب اتركني عليه. الله لا يوفقك اتركني عليه. تعالوا يا رب يا شباب ورجيك يا واطي. ما بيصير ما لازم ولا يعيش. قوة إلا بالله. اضربوا له. علي انا شيل بدي اقتله. دور بالشباب اتركني عليه. خلوني كوتش وارد ما لازم يعيش. اهدوا اللي عمله فينا. جاء خلاص خلاص رجعوا الله لورا يوفقك يا كلب يا واطي يا حقير. بكفي هيك. ايه يا جماعة، بعد وفاة الحجي ضيعتنا خسرت حدا مستحيل انه يتكرر. بس في عنا ابنه هارون، هو كبيرنا وتاج راسنا. شو ما كان صاير نحن ما لازم نتسرع بتصرفاتنا. عبد الله ما في داعي تشرح لنا شيء، منعرف كل شيء. نحن منعرف كل شيء كنت عم تخطط له، بس غلطنا وقت وثقنا فيك. عبد الله اليوم دايس بساطنا وبضيافتنا، هو ضيفنا ولازم نحميه. نحن هيك تربينا وما فينا نطلع عن العادات. أخلاقنا شو بتقول؟ الضيف له حقه. اللي بدي أقوله إنه شو ما كان مخبس، نحن منحترم وجوده ومنستضيفه بأراضينا. أكيد جعفر معه حق. شيخي انت استاذنا وبناخذ الحكمه منك، بس لا تخلي هالرجال يضحك علينا. هاد واحد مجرم ونحن لازم نربيه. بس يا ابني انت ليش عم تحكي ونحن موجودين؟ بس يا عمي يلا روح من هون، الع خلصنا. اسمعني منيح زياد، يلي بدك اياه بصير، بس انت اشر. شو قصدك هارون؟ عبد الله عنا بالخيمة اجا وداس بساطنا، والرجال عم يتباحثوا شو بدهم يتصرفوا معه، بس عدونا صار بأرضنا. روق شوي هارون، هلا منتصرف. بس عبد الله لازم يتحاسب، يلي عمله ما بينغفر ابدا، وبكل وقاحه جايه. فعلا هي وقاحه، ليكو بالخيمه ناقص نشربوا قهوه. بلا ما نضيع وقت، يا خبر اليوم بمصاري بكره ببلاش. خلونا نشوف شو بده وبعدين منقرر. المعلم زياد معه حق، اسمعوا كلامه. وينه هلا؟ بخيمة أكين جولو. زياد اجا، زياد اجا. زياد منيح اللي اجيت، كنت ناطر جيتك. بعرف انك عم تدور علي وليكني اجيت برجلي. انا بنفسي اجيت لعندك، بعترف اني غلطت بحقك وكتير، الذنب عم ينقط مني تنقيط. نحن ظلمناك، هلا عرفت اني كنت صافف مع الطرف الغلط. معك حق بكل شيء وانا قبلان باي عقوبة منك. صار لهم سنين عم يعلقونا ببعض وخلونا نصير اعداء. قوم وقف على رجليك، لا تحكي شي، بس اسمعني. شايف كل هالعالم؟ أنا ربيت بيناتهم، بعرفهم منيح وكيف بيفكروا، بس شو ما حكوا أنا بعرف رأينا واحد. عبد الله ضيفنا هلأ، هو داس بساطنا وواجبنا نكرمه ونحترمه، والصبح بيرجع لحاله. هذا رأيي. شفتوا؟ هاد هو زياد. طه الأولاد رح يجوا؟ رح يجوا. طيب امتى جايين؟ عن قريب.
إبراهيم، يوسف، لا 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 قلت لنا الشغلة سهلة ما؟ شايف المحامي ما وافق انه يتعاون معنا. شغل عقلك، الزلمة ما رفض لسه. أنا حبيته لهالمحامي، هو ذكي، عم يفكر ويحسبها ويقلبها وبالأخير رح ياخد هالقرار. لحتى تكون كل الأمور واضحة بالنسبة إله بيجي بيخبرنا. اي شو رح يكون قراره لك؟ انت لا تاكل هم، القصة بدها وقت. خيانة شكور مانا سهلة، منصبر كم يوم وبعدين رح نكسب. صدقني رح تزبط معنا. ايه رستم، لازم نتشكرك كمان، كل يلي قلت لنا اياه عن مكتب المحامي صار حرفيا بالساعة وبالدقيقة. لكن تحرياتي هي ما طلعت على الفاضي. تعا معي شوي. شايف يا مهران؟ الحق بلش يظهر هلأ. خلص نحن رح نرجع لأراضينا، ودم هالعالم ما راح على الفاضي. بعد ما تودي هالكلب لمحل ما إجا ارجع لهون ودير بالك منيح. ما بدي وصيك. زياد، انت بتعرف انه نحن مو بس اهلك، نحن من زمان منعتبرك اخونا. كنت سندنا وما قصرت مع حدا فينا. لو شو ما عملنا معك ما منرد لك جمايلك. بس لا تحكي هيك، أنا مالي من نية. هالأرض أرضنا، وهالشي لازم كل العالم تعرفه. بس نحن لسه بقيان في عنا شغلة. جوري إذا قدرت تقنعه لجبرائيل لازم تجي جوري لعنا. الجو هون رح يساعدها لحتى تصح. طيب مثل ما بدك أخي مهران، وقول له نحن رح نزورك عن قريب، وإذا جبرائيل وافق روح تمام جيب جوري لهون. بخاطرك، بالإذن. بخاطرك على شير، بخاطركن يا جماعة. الله تسلم. معك. ما هو بخاطركن. انتبه، دير بالك. الله يهديك يا عبد الله. آمين يا شيخي. مع السلامة يا عبد الله، يلا اتيسر، نزيل يلا. هالمرة نفدت مني يا عبد الله، نقلع. سوزان، زياد رايح. زياد وقف شوي. انت باعتنا لنجيب جوري، قلي لوين رايح؟ إذا ما كنت هون جوري ما رح تجي. لا ما تخافي، أنا بايان، مالي رايح. لا تخافي، زياد مانو رايح، بس في ناس مفكرينه لسه مفقود، لهيك هو رايح مشان يشوفهم.
ما بخبي عنك يا علي شير، بنتي جوري ما تحسنت لسه، بس أنا مزعوج عليها، ما بدي إياها تضل محبوسة بين 4 حيطان، هالشي بضرها. ما حدا بيقبل بهالشي يا عمي جبرائيل، بس هذا كلام الدكتور وما لازم نتجاهله. أنا برأيي الأحسن بلا ما نتصرف من راسنا. طبعا لازم نسمع كلام الدكتور، بالضيعة أحسن، هنيك بتتحسن نفسيتها، بلكي بترجع جوري القديمة. عم انزعج، أنا ما بحب شوفها بهالحالة أبدا. إيه زياد كتير مصر إنه ترجع على الضيعة مشان ما تتذكر أماني وتزعل، وهيك بتضل بعيدة عن كل شي بذكرها بوجعها. إذا بدك رأيي زياد معه حق. معك حق يا علي شير، تعرف لو بدي ابعتها لآخر الدنيا كرمال تتحسن ما كنت بقصر أبدا، المهم إنه يهدى باله. لا تستسلمي هيك يا جوري، الحياة ما خلصت. قديش صار لك ما طلعتي من هي الغرفة؟ ما عم قلك تنسي، بعرف إنه هالجرح مستحيل يشفى، وأنا جربت هالشعور كمان وعشته من قبل، وأبونا ما صار له زمان ميت مثل ما بتعرفي، وبالرغم من هالشي الحياة بدها تستمر. ما في حكي ممكن يواسيكي أو يخفف لك وجعك، لازم تعرفي إنه هي إرادة ربنا، ما فينا نعترض على حكمته أبداً، منقول الحمد لله وإن شاء الله عن قريب منشوف أيام أحلى. ليكي هيلين معها حق، بس طبيعي هالشي ياخد وقت لحتى يصير. ما حدا بيحس بوجع غيره، انتي خسرتي أماني وما في شي ممكن يعوضك عنا لو شو ما صار، بس نحنا معك ومنحبك. نحنا كلنا على هذا الطريق، ودلال خسرت زوجها، موت زوجها كسر لها ظهرها وقهرها كتير. المخلوقة لساتها بتحبه وما قدرت تتجاوز الصدمة لحد هلأ. ما حدا في يلومها لأنه كانت متعلقة فيه كتير، بس انتي لسه في عندك حدا بيحبك، عندك زياد. لسه ما قررت إذا بيجي أو لا. يا أما تجي لحالك، يا أما اسمعي منيح، أنا بيجي باخدك، سمعتي؟ ليكي هلأ معك 8 ساعات و8 دقايق و8 ثواني، وبعدين بدك تصيري عندي هون، فهمتي ولا بعيد؟ فهمتي؟ تمام. شكور إذا قبلت بشرطي رح بيجي فوراً. انت استناني هون. شو ما في حدا؟ وليد موجود فوق. عن جد؟ ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله. شو انت اجيت لهون مشان خزانات الغاز ولا شي تاني؟ هالمرة خير، في عندي اخبار لك. شو في؟ تفضل اقعد. عجبك ولا لا؟ انا ما دخلني، ما عاد في شي بيني وبين زياد بالمرة. اذا انت كنت ناوي انك تكمل الحرب معه، انا طلعني من القصة نهائي. انت كل مرة بعقل يا عبد الله، انت يلي بلشت المشكلة ودخلت محمود كمان، وهلا بدك تنسحب بهالبساطة؟ شو عبد الله مفكر الشغلة لعبة؟ والله هاد قراري الأخير، هذا قراري وما بتراجع عنه أبدا. محمود ما رح يسكت عن دم أخوه. دم أخوه؟ ايه دم أخوه، المنجم وفي السد والمناقصة وحصة من الأراضي. أنت شو عم تحكي يا وليد؟ عم تحكي وكأنه نحن اللي قتلناه لبشار. أنت حسابك مع زياد، يعني زياد وأنت، بس أنا طلعوني برا، لا تعلوني معكون، ولا بقى تعيد هالحكي معي. هون حفرنا وهون طمرنا، دايما بالأفراح يا وليد. جو الضيعة منيح إلك، رح يساعدك كتير، وكمان في زيادة هنيك، يعني ما عاد تضطري تنطري وما عاد تخافي من شي. زياد بقيان معك. جوري بنتي كل شي تمام، خلصت كل الإجراءات،
هلا رح يجوا ياخدوكي. انبسطت لأنك رح تقعدي بالضيعة. على القليل هنيك ما بتملي، وأنا كمان رح ضل إجي وزورك. شو حيدر بتروح؟ ايه اكيد. طبعا منروح سوا، بس يلي بعرفه هي بدها اياك إلك. انا شو رح تعمل فيه؟ ايه والله سمعنا انه شكور جاي لهون. مرحبا يا اغا. شباب. مرحبا يا مرحبا. أهلا. اهلا وسهلا. اهلين. مرحبا. هلا. مرحبا يا رئيس. يا أغا. اهلا فيك. كيفك؟ مرحبا يا اغا. كيفك؟ اهلا فيك. تفضل ارتاح يا اغا. ارتاح عبد الله. لا هيك مرتاح. احمد جيب لنا 2 شاي. امرك يا باشا. انا بعزك، بس اسمعني، ماني حابب لف ودور. انت عم تغلط كتير يا باشا، عم تخسر الناس اللي ساعدوك، ان كان بشغل المنجم ومناقصة السد. معقول بعد كل هاد تنسى فضلنا؟ ما في داعي ذكرك مين اللي وقف معك، انت بتعرف. اسمع يا شكور، هالباب بضل مفتوح لكل ملاكي الأراضي. أنا وكل اللي هون من واجبنا إنه نخدم العالم. أنا آسف، بس طلبك هاد ما مقبول أبدا. شو هالحكي هاد؟ ما توقعت هاد الجواب. الظاهر إنه زياد سبقنا لهون. كاستك مشروبة يا باشا. الله معك يا شكور. نحن كلنا على هذا الطريق. دلال خسرت زوجها، موت زوجها كسر لها ظهرها وقهرها كتير. المخلوقة لساتها بتحبه وما قدرت تتجاوز الصدمة لحد هلا. ما حدا في يلومها لأنه كانت متعلقة فيه كتير، بس انتي لسه في عندك حدا بيحبك، عندك زياد. دلال سندي، هنن أخدولي سندي. هي الرصاصة فاتت عبيتنا وفاتت على صدر محمد. كان مثل الجبل ومثله مثل زياد، هالجبل ما حدا بهزه. أنا كسرولي ظهري، بس انتي لسه عندك زياد، في عندك زياد. حبيه وقدريه واحتمي فيه وضميه. لا تتخلي عنه ولا عن حالك، لا تتخلي عنه. جوري بنتي الحلوة، الله يرضى عليكي، الله يخلي لي اياكي. فوتوا. مرحبا. يا أهلين. اجيت لحالك؟ ايه لحالي. طيب رستم اتركنا لحالنا شوي. بدكن اتعاون معكن وما بتوثقوا فيني؟ إذا لسه أنت ما تعلمت إنه ما لازم توثق بحدا فهذا ذنبك. قلي هلا شو قررت؟ أنا موافق على عرض الأستاذ وليد. هالشي كتير بيسعدني، بس ايديك فاضيين ولا مليانين؟ لا تشغل بالك، ما حدا بيشتري سمك بالمي، بس تبعتوا المصاري على حسابي بتستلموا. شو دخل المصاري؟ ليش من ايمت بيكون في شي بلا مقابل؟ ايه ماشي ولا يهمك. لكن تفضل حولون. شو ما بتوثق فينا؟ لسه هلا عم بتقلي ما لازم اوثق بأي حدا. انت كتير بتعجبني، خلينا نشوف شو في معك هلا. شكور ورئيس غرفة الحرفيين حكوا سوا، بس يلي صار هنيك رح تعرفوا بعد القبض. ماشي مثل ما بدك. هات اعطيني رقم الحساب. بخاطركن. ليش مو مكتوب اسمك الحقيقي؟ بهالايام ضروري الواحد ياخد حذره. بتعجبني يا حضرة المحامي، بتعجبني.
وبعدين يا بنات صار لكم ساعتين هون، خلصوا بسرعة يلا. يلا جايين. خليني اربطه. خلينا نروح. امشوا. الله ييسر لكم. تسلم. الله معك ابني، انتبه. تسلم، لا تخاف عجوري، منحطها بعيوننا. الله يرضى عليكي بنتي الحلوة، الله يخلي لي اياكي. الله معك، انتبهي على حالك. يلا يا بنتي يلا، تأخرتوا. الله يرضى عليكي. الله معكم. مع السلامة. مع السلامة. تعالوا نشرب شاي. اجوا ليكن اجوا اخيرا. اهلين جوري، نورتي الضيعة. كيفك؟ تعبانة شي؟ طمنيني. زياد هون. الحمد لله. يلا تعي، زياد هون، اشتقنا لك.
وصل زياد أخيراً، الحمد لله. تفضل لهون. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.